مع قرب انتهاء شهر رمضان وأيامه الروحانية، كل حبايبنا الأطفال بتبقى قاعدة مستنية عشان تفرح بالعيد وياخدوا العيدية. بس إيه هو موضوع العيدية وإزاي ظهرت الفكرة دي؟ العيدية كلمة عربية منسوبة إلى العيد، ده شيء منطقي أكيد، بس معايا هتعرف إيه الجديد. العيدية مصطلح أطلقه الناس على المال اللي كانت بتوزعه الدولة على الموظفين، وكانوا بيسموها الرسوم لما بيسجلوها في دفاتر الدواوين. وبدأت عادة توزيع العيدية في عصر الفاطميين، فكانوا بيوزعوا الدراهم على الفقهاء وقراء القرآن اللي لكتاب الله حافظين. ولما كانت الرعية بتروح لقصر الخليفة يوم العيد للتهنئة، كان بيوزع عليهم دراهم كتير، وطبعا ده كان بيعمل لجيوبهم تدفئة. ويقال إن العيدية في عصر المماليك كان اسمها جمكية تقريبا كده، وكان السلطان بيصرف راتب بمناسبة العيد لأتباعه ورجال الجيش